والله انا ما انا مصدقه ان في حد لغايه دلوقتي لسه بيقلي السمك في الزيت وخلص ازازه الزيت عليه. النهارده بقى هنعمل طريقه جديده بدون قلي ولا شوي وبدون ما يدخل الفرن ولا حتى لحظه واحده. انا عارفه ان الطريقه هتكون مختلفه عليكي وكمان اول مره تشوفيها، بس انا رحت وجبت لك الطريقه من المطعم، من قلب المطعم نفسه. عارفين الكيلو الواحد بيتباع ب 245 جنيه. طب وعلى ايه؟ ما يلا بينا هنحضره في البيت وكمان في اقل من 10 دقايق وبدون ولا نقطه زيت. تعالوا بينا نشوف طريقتنا، واتمنى بقى لو عجبتكم ما تبخلوش علينا بلايكاتكم الحلوه. وكمان بقى يشرفني ويسعدني وتاج على راسي كمان انكم تشتركوا معايا في قناتي وصفة وطبخة مع لولا. انا معايا هنا كيلو من السمك، كان معايا اللهم بارك 3 حبات بس من السمك. بدأت ان انا انضف السمكة كويس جدا، وكمان فتحت البطن وتخلصت من الخيشين كده، بس سبت السمكة زي ما هي زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. وبعد ما غسلته تحت مية جارية جبته كده وغسلته بالليمون زي ما انتوا شفتوا. تعالوا بينا بقى نعمل تتبيلة السمك اللي مش هيختلف عليها حد ابدا. معلقه من هريسه الشطه، عليها معلقه من الكمون، عليها معلقه كبيره من الملح، معلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره، وكمان معلقتين كده من الخل، وعصير بقى ليمونه كامله. وبعدين هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا، وهجيب بقى السمك بتاعي وهمسك كل سمكه وهقسمها لنصين زي ما انتوا شايفين. يفضل بقى واحنا بنقسم السمك ده نستخدم سكينه تكون حاميه او مشرشره عشان يجي معانا ما يتهريش. بعد ما قسمت السمكه لنصين تبلتها كده، بس الخطوه دي ما جاتش معايا في الكاميرا. بعد كده جبت 3 حبات من الطماطم، ضفت عليهم ميه تكون مغليه او ميه تكون سخنه عشان اتخلص من قشره الطماطم. جبت كمان 3 حبات من البصل، وبدات ان انا اقطع البصل بتاعي لشرايح، بس شرايح تكون سميكه شويه زي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. نسيب بقى البصل بتاعنا على جنب، وجبت كده قرن من الفلفل الرومي، وكمان قرنين 2 من الفلفل الرومي، وكمان قطعه كده من الفلفل الحامي. وبدات ان انا اقطعه كده برده لجوانح، بس جوانح تكون يعني متوسطه الحجم زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى نسيب الفلفل بتاعنا على جنب، وهرجع تاني بقى للطماطم اللي هتكون بقى اتخلصت من القشره بتاعتها، وهبدا بقى ان انا اقشرها بالطريقه دي كده، بتتقشر معايا بمنتهى السهوله. واخدها بقى وهبدا ان انا اقطعها كده عصافير صغير جدا كاننا احنا بنعمل سلطه بالظبط. نجيب بقى طاسة على النار فيها معلقة واحدة من الزيت، وعليها كمان مكعب كده من الزبدة، وهنزل بقى بالبصل اللي احنا مقطعينه. وطبعا على فكرة ممكن تقللوا من كمية البصل، بس عشان كمية السمك كانت معايا قليلة فكنت حابة ازود الكمية عشان يكفي الغدا زي ما انتوا فاهمين. بعد ما البصلة بتاعتي دبلت نزلت كمان بالفلفل عاوزاه يدبل معايا، وكمان كده نزلت بالطماطم لغايه ما الطماطم تقصر وتستوي معايا. وطبعا ما ضفتش توم لان انا هضيف معلقه كده حلوه من التتبيله اللي احنا حضرناها. ننزل كمان بملح وكمون وكزبره كده، ونسيب كل الحاجات دي لغايه ما تقصر وتستوي مع بعض كويس قوي. خدت منها معلقتين كده سبتهم على جنب، واما الباقيين بقى فضفت عليهم كده ربع كوبايه من الصلصه. الصلصه دي صلصه بيتي انا عاملاها انا في البيت. وضفت عليهم كمان معلقتين كده من الفريك، ده فريك ذره بنحضره في البيت وعملته معاكم قبل كده وكان طعمه مميز قوي. بعد كده بقى بضيف هنا كوبايه من الميه المغليه، ومعلقتين بقى التتبيله اللي انا اخدتهم دول اخدتهم عشان احشي بيهم السمك، يعني في الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. وخلاص بقى التتبيله بتاعتي هتبدا ان هي تستوي معايا، وهبدا بقى ان انا ارص السمك بتاعي، برص كده وبخلي السمكه يعني قبال بعضها عشان بس المنظر كده، عشان كمان لو قدمنا الصينيه كلها يعني فاهمين على الغدا. بعد كده نزلت التسبيكه اللي احنا حضرناها بس ريحتها مميزه قوي على النار، وهكمل فيها التسويه في الصينيه. معايا كمان تعالوا بينا نحضر شويه رز كده هينفعونا جدا، معلقه من الزيت وعليها مكعب من الزبده. وبعدين هبدا بقى ان انا انزل ب3 كوبايات من الرز. الرز بتاعي عاوزاه يتشوح حلو قوي، اول ما يعني يخشون معايا كده وتشوح حلو هضيف عليه معلقه من تتبيله السمك اللي احنا حضرناها دي، وهنزل بقى بالميه المغليه، وكمان اظبط الملح وبيطلع ممتاز جدا. السمك بتاعي بقلبه من وقت للتاني كده على الوجه التاني، وعاوزه اقول لكم ان الريحه كانت قلب الدنيا قلبان، والرز ده طعمه مميز قوي. صحيح ما استخدمناش فيه بصل عشان بقى يعني غلو البصل، بس شايفين الرز عامل ازاي، حاجه كده تحفه. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني نص السمكة دي يعني تكفي شخص كامل، عشان التتبيلة اللي معاها بصراحة بتغمس طعمها حلو قوي. كمان السمك شارب حلو قوي من التتبيلة فطعمه كان مميز قوي. عاوزاكم تجربوا السمك بالطريقة دي. انواع وطرق كتير قوي للسمك ممكن نعملها بدون ولا نقطة زيت وبسرعة.